السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في ستر وصحة وراحة بال. فيديو جديد على القناة ان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم. ولو عجبكم ما تنسوش في لايك حلو كده من ايديكم، وكمان لو مش مشتركين في القناة بتمنى منكم تشتركوا فيها، وده طبعا فضلا وليس امرا. فيديو جديد، فيديو مختلف ان شاء الله، فيديو سعيد، فيديو كله طاقة وحماس. ان شاء الله يعجبكم بعد غياب كتير. يعني انا قعدت اكتر من اسبوع مش عارفه انزل فيديوهات، مش عارفه اصور، مش عارفه اعمل اي حاجه خالص، وده ممكن اتكلم فيه. اما يعني لو الفيديو نزل لكم قبل البث المباشر فان شاء الله هي يعني هتكلم في الفيديو في البث المباشر عن كل التفاصيل اللي منعتني ان انا اصور وكده. ومش عايزه اتكلم كتير في الفيديو، بس كل اللي انا اقدر اقوله ان الازمه اللي احنا فيها والدنيا اللي احنا فيها دي صعبه جدا جدا على كل واحد، على كل انسان سواء مسلم او غير مسلم. الموقف صعب. المشاهد اللي بتتعرض علينا دي صعبه جدا. الواحد لما بيسمعها صدقوني بتعب نفسيا، وبتأثر جدا جدا بالمشاهد دي كلها. فبصراحة ما كنتش قادرة خالص ان انا اصور، ما كنتش قادرة ان انا حتى اعمل اي حاجة في البيت غير الحاجات الطبيعية اللي بتتعمل. فربنا ان شاء الله، ربنا يكون في عون اخواننا في فلسطين، وربنا ان شاء الله ينصرهم باذن الله. النصر قادم باذن الله، النصر قادم عاجلا غير آجل، اللهم امين. ما تنسوش تدعوا لهم في الكومنتات، ما تنسوش تدعوا لهم في قلبكم في كل وقت انتوا قاعدين فيه، تدعوا لاخواننا في فلسطين، تدعوا ان ربنا ينصرهم، تدعو ان ربنا يصبر اهل كل شهيد فيهم. تدعو ان ربنا يصبر كل ام وكل اب اتحرموا من اطفالهم وشافوهم قدامهم كده في مناظر ما فيهاش اي رحمة، ما فيهاش اي رحمة من يعني. انا بعجز عن الكلام في الحاجات دي، ما بقدرش ان انا اتكلم بالذات في موضوع الاطفال دون، لان انا كنت منع خالص فيديوهات ان انا اسمع فيديوهات. كنت يعني حرمة من الفيديوهات دي، ممنوعة خالص ان هي تخش البيت، لان من النوع اللي بتأثر تأثير قوي جدا من اي مشهد حتى لو بسيط من ناحية الاطفال بالذات. ولكن الفيديو جه قدامي منظر، يعني ربنا يكون في عون اهاليهم، ربنا يصبرهم، ربنا ان شاء الله نحتسبهم من الشهداء، وهم فعلا شهداء باذن الله. فالمواقف دي والمشاهد دي بتأثر في نفسيتي جدا، واكيد بتأثر في نفسيتكم كلكم، بتأثر في نفسية كل واحد عنده ولو ذرة بسيطة بس من الرحمة. فربنا منتقم جبار، قادر ان هو يجيب حقهم، قادر ان هو ينتقم من كل صهيوني اسرائيلي خالي من الرحمة، خالي من ما عندوش، طب ما عندهمش طبعا رحمة بان ده طفل ما ملوش ذنب. ما يفهموش هم طبعا حاجة زي كده. فان شاء الله نصر قوي. نرجع بقى تاني للفيديو، عشان خاطر احنا مش عايزين نوصل طاقة سلبية. كفاية اللي احنا بنشوفه، كفاية. انا عارفة كويس جدا ان انتوا متابعين الاخبار كويس وبتشوفوا كل المشاهد وبتشوفوا كل حاجة. فانا يعني حتى لو اتكلمت ايش ما اتكلمت مش هقدر اوصل ليكم اي حاجة من اللي احنا بنشوفها. فربنا يصبرهم، ربنا يكون في عونهم، ربنا يمدهم ان شاء الله بالصبر وبالقوه. اللهم امين. دعواتكم ليهم كتير جدا، ادعوا لهم كتير جدا في الكومنتات، ادعوا لهم كتير في قلوبكم. ان شاء الله ربنا ينصرهم عاجلا غير اجل، اللهم امين. جيت هنا، ده روتين يوم الخميس اللي هو باذن الله صباحيه الجمعه يعني. انا صورته وما كنتش بصراحه، يعني انا صورته كده وايه، وقلت هينزل ينزل مش هينزل بقى ايه، يعني وقت ما ابقى كويسه كده واقدر ان انا انزل الفيديو هنزله. فانا بمنتج الفيديو دلوقتي النهارده السبت، وان شاء الله يعني ينزل لكم النهارده. جيت عملت ايه بقى يوم الخميس ده؟ انا بحب اروق فيه الشقه واظبطها خالص وما بقاش فيه اي حاجه ورايا، علشان يوم الجمعه انا ده اليوم الوحيد بتاع الاجازه بتاعي، فبقضيه عند مامتي ربنا يبارك فيها ويديها الصحه. بقضيه من اول يعني بنصحى نفطر وبغسل مكان الفطار، وبعد كده بلبس والبس ولادي وبتكل على الله، بروح اقعد معاها. ربنا يجعل بيتها دايما مفتوح وعامر بينا هي وبابا يا رب، اللهم امين. فبحب اخلص بقى يوم الخميس. انا عامه يوم الخميس بخليه اشيل الشقه كلها، بشيل فرش الشقه كلها من يوم الاربع، واكنس كده كنسه سريعه، ويجي يوم الخميس بقى اروح ايه، كنسه كمان كنسه كده واروح مسحه. فالشقه كانت ما شاء الله كويسه، ما كانش فيها اي حاجات كتير. ليه؟
لاني ان شاء الله باذن الله هعمل فيديو، ويعني نفسي كده يبقى ايه فيديو كامل شامل كده بالحاجات اللي بتتعمل كده طول الاسبوع للواحده العامله، يعني المراه العامله بتعمل ايه طول الاسبوع تخلي بيتها دايما نظيف مفيهوش اي حاجه ما يجيش عليها اخر الاسبوع تبص تلاقي الدنيا مكركبه جامد. فباذن الله باذن الله يعني نفسي اعمله، ونفسي كده ان انا ابقى شطوره كده ولهلوبه كده واقدر ان انا اصور، لان باجي بصراحه ساعه التصوير ده مش عارفه بيجيلي كسل كده من قله المشاهدات وكل الكلام ده كله، وان انا لسه محققتش الشرط بتاع ال4000 ساعه مشاهده، فده بيخليني ان انا اتكسل كده لا مش هعمل فيديو، لا مش عارف ايه. عايزه تشجيع منكم جامد كده، عايزاكم تشجعوني كتير كتير، نفسي ان شاء الله، نفسي باذن الله ان يجي عليا اخر السنه دي واكون مخلصه الشرط التاني اللي هو ال4000 ساعه مشاهده، لانه صعب جدا. فباذن الله هحققه، باذن الله اخلصه يعني بيكم ومعاكم كده. تقدروا ان انتوا يعني توصلوني اللي انا عايزه اوصله دون. ف وان شاء الله يعني هنزل فيديوهات كتير، بس تشجيع يعني سقفوا لي كده ويشجعوني وحطوا لي لايك، اكبر لايك في الدنيا، وكومنت بقى حلو منكم كده تشجعوني كده وتقولوا لي لا انت لازم تشتغلي، قناتك حلوه، شويه حاجات كده حلوه يعني منكم. بهزر معاكم طبعا. الكومنتات دي يعني لو انتوا عايزين تكتبوا لي اي كومنت انا هكون مبسوطه جدا بالكومنتات اللي انتوا هتكتبوها. وكمان الاشتراك في القناه ده طبعا، ده يعني انا بقول لكم اشتركوا في القناه اهو، بس انا بقول اختياري طبعا. لو انتوا حابين تشتركوا في القناه وعجبتكم القناه يا ريت يعني تدعموني كده بالاشتراك الحلو من ايديكم. لو مش حابين طبعا شايفينها قناه وحشه برضو ما تنسوش يعني ما تخبروش عليا بانك انتم تكتبوا لي تعليق، يعني يا ريت تعملي كذا او لا القناه محتاجه كذا. طبعا هكون فرحانه جدا بتعليقاتكم برضو حتى لو كانت سلبيه، بس اهم حاجه يكون في نطاق الاحترام. هكون مبسوطه جدا 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 بيها. هنا بقى عملت ايه؟ زي ما قلت لكم بقى، قمت شلت ببدا باوضه النوم، لان ساعات زوجي بيجي بيبقى عايز ينام ولا حاجه، فتكون الاوضه دي بالنسبه له متقفله وكويسه ونظيفه. شلت الملايه وغيرت غيرت الملايه بتاعتها وجبت ملايه تانية نظيفه، ورشيت بحب ارش كده على المرتبه معطر جو، بتثبت جدا الريحه فيها وبتخلي دايما ريحه الاوضه كويسه جدا وجميله. فاعملوا الحركه دي وهتدعولي. شلت بقى الفرش، وكمان كنست عملت السجاد كده بالمكنسه، علشان هو ما كانش فيه حاجه غير تراب بسيط، فكان محتاج ان هو يتعمل بالمكنسه بس كده. ومسحته وفرشت تاني، بس لسه ما فرشتش معاكم دلوقتي، سبت الاوضه تنشف علشان خاطر بشوف في ناس كتيره جدا بتمسح، وبعد ما بتمسح بحاجه بسيطه كده بتفرش على طول السجاد، ودي اكبر غلطه. ده ممكن يكون السبب في ان تكون ريحه الشقه مثلا مش حلوه، او ان هي تسبب انه يبقى فيه وجود حشرات في البيت. فاهم حاجه ان انتي لما تمسحي تسيب الارض تنشف تماما تماما تماما، وتبقي متاكده 100% ان الارض ناشفه، عشان خاطر تفرشي بقى ايه على نظافه كده وعلى نشفان كده، ما يبقاش فيه رطوبه في الارض، او ما يبقاش فيه اي ريحه وحشه مثلا ولا كده. تمام. هسيب بقى الارض تنشف خالص، وبعد كده دخلت بقى على المطبخ، قلت بدل ما اقعد يعني اخش كده ايه على المطبخ كده على السريع. برضو يعني ولله الحمد، ولله الحمد وبفضل ان انا دايما بحب احط ايدي في كل شويه في الشقه، ان انا على طول وانا بغسل مثلا المواعين اكون بلمع الرخامه، بكون بجيب مثلا جزء في المطبخ هنا ولا هنا. فدايما الحمد لله المطبخ عندي نضيف كده ودايما منسق ومرتب. فايه دخلت بقى على المطبخ كده، لقيت عيون البوتاجاز بصراحه ده اللي كان بقالي كتير جدا ما غسلتهاش. ليه؟ لان مش عندي حاجه يعني للدهون، وانا بحب كده لما اجي اغسلها اروح دحكاها دحكه حلوه بسترس مثلا او اي حاجه للدهون وكده، فما كانش عندي. تمام. فبعد كده بقى ايه قلت لا خلاص مش مشكله، هجيبها وادعكها دعكه كويسه كده بالصابون والصابونه اللي بحطها في البتاع هوريها لكم دلوقتي. دي اللي هي الصابونه دي اسمها صابونه الشمس. دي بتبقى تحفه جدا لاي حاجه الومنيوم عندك، يعني لو اي حاجه عندك الومنيوم عايزه تحكيها كده وتطلعيها بتبرق كده، حط لها اغسليها بصابونه الشمس دي، اللي هي صابونه بتتجاب من عند العطارين، مش من عند العطار، لا من عند بتاع المنظفات يعني.
حلوة جدا جدا، وبتلمع كده الحاجة. وكمان بتستخدميها للملابس، لو انت عندك مثلا قميص جوزك ولا حاجة الياقة بتاعته مش نظيفة وحلوة وعايزة تدعكيها دعكة محترمة كده، بتجيبي الصابون اللي هي صابونة الشمس دي وتدعكي بيها الياقة، بتبقى تحفة قبل ما تغسليها، قبل ما تحطيها في الغسالة يعني. وفي ناس كمان بيبشروها كده على الغسيل وهم بيغسلوا، بيخلي الغسيل طبعا طالع تحفة جدا. بس طبعا ده مش الغسالة الاوتوماتيك. تمام. خلصت بقى وخلصت كل المواعين، وبعدين قلت بقى هجيب جبت الغطا بتاع الكولمان دون. الكولمان ده اصلا أنا متعقده منه وكرهاه، يعني كرهاه. انا كان عندي الكولمان اللي هو اللي بروحين ده، وكنت بحبه قوي 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 يعني. انا كنت بحب الكولمان ده جدا. فجيت للاسف كنت بغسله وشويه النظافه بتوعي كده ظهروا، فقلت لا لازم أنا اغسله بكلور. فجبت كلور بقى، كان الكلور ده خام، حطيت منه على البتاع، كان مصفر كده شويه، فقلت هعمله بكلور. حطيت شويه كلور وللاسف لقيته فقفش كده الحاجات اللي هو مش عارفه الماده المعموله بيه دي ايه، بس الكلور كان غلط جدا عليه. واول ما حطيت بقى الكلور لقيته باظ كده من جوه وعمل صدى وحاجات كده وحشه. فطبعا خفت طبعا ان انا احط ميه تاني علشان متبقاش غلط يعني علينا وكده. فركنته بقى ومكنتش عارفه استخدمه في ايه، فحماتي خدته ومعرفش بقى اعمل بيه ايه تحت. ده كنت عايزه اشتري بقى نفس الكولمان يعني اللي هو بروحين ده. فلقيت زوجي جايب بقى الكولمان ده، انا قعدت اقول له انت جايبه ليه، انا قلت لك هاته يعني؟ قال لي انا غلطان يعني ان انا جبته، انا كنت عايزه اجيبه وخلاص ولقيته قدامي. فالمهم بقيت استخدمه بقى وخلاص. كل شويه كده اروح بقى ايه دعكه دعكه كويسه من جوه، هو من جواه يعني ابيض كده، بلاستيك ابيض. فبقيت ادعكه كل شويه بقى بالايه بالصابون العادي يعني. فانتوا ما تدخلوش كلور خالص في اي حاجه انتوا تبقوا مقلقين منها ان هي تبوظ منكم من الكلور وتقولوا فيها نظافه يعني وبتاع. لا، في حاجات كده تستخدمي ليها الكلور وحاجات لا. فبدات بقى ايه ان انا كل شويه انا اغسله وكده، وهو بصراحه يعني بيعمل اصفر بسرعه قوي. معرفش ده سبب الميه، اكيد يعني ده بسبب الميه. بس هو طبعا انا ما كنتش حابه اجيب الكولمان ده ابدا يعني، من ساعه حتى من عند بيت وانا في بيت ماما، وانا مش حابه شكله، حاساه رخم كده. فشويه بس كده على ما الدنيا تتظبط وانزله تحت عند الجماعه تحت عند حميتي، واجيب انا واحد تاني بقى اللي هو كان نفسي فيه يعني. او ان شاء الله ربنا يكرم يعني وندخل بتاع ده نجيب الفلتر، ويبقى بغنى خالص عن الكولمان، وبنسقع ميه كده في التلاجة وخلاص يعني. احنا جايبين الكولمان عشان خاطر اللي احنا بنجيب ميه دلوقتي، بنجيب اللي هي الميه المتفلتره بتاعت بره دي. فبحطها في الكولمان وبحط فيها ميه ساقعه. انما بقى ان شاء الله لما ندخل الفلتر بقى في كده ونجيب فلتر، هستغنى خالص عن الميه اللي هي في الكولمان دي، واحط مع ميه في التلاجة وخلاص، ونستخدمها وخلاص منها. خلصت بقى المواعين وخلصت كمان دعك العيون بتاعه البوتاجاز. دخلت بقى على اوضه النوم، هنا كانت خلاص نشفت خالص خالص مالص. فحطيت بقى ايه فرشت السجاد كده، وعطرت الشقه بالمعطر بتاع فريده اسمه ارابيسك، ريحته حلوه جدا 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 يعني. وطفيت كده، وبعد كده خلصت خلاص المطبخ كمان كنت كنسته ومسحته. وفرشت بقى اللي هي السجاده دي انا كنت غسلاها وكنت سايباها تنشف، حط مكانها الحافظه اللي انتوا كنتوا شايفينها معايا في اول الفيديو. بس الحافظه دي بتلم تراب بطريقه فظيعه يعني. اصلا انا كنت غسلاها اصلا وسايباها يعني كانت نظيفه، بس لمت يعني. وانتوا بتشوفوني كده بكنس المطبخ، التراب اللي طالع من المطبخ ده جاي منين انا ما اعرفش. فهو من الحافظه بتلم تراب بطريقه رخمه جدا. ده بقى كنت غسلت خلاص السجاده وسبتها تنشف يعني، وبقت جميله ازاي. وبوريكم بقى طبعا المطبخ بعد ما خلصته خالص بقى جميل جدا. بحب بقى اولع كده الفرع الليد دون. انا ان شاء الله هظبطه يعني، محتاج هو يتظبط شويه كده، يتعلق كده تعليقه كويسه تمام. فكل ما هعلقه جبت له كذا حاجه عشان يلزق في المطبخ، ما لزقش. جبت له اللي هو الدبل فيس الابيض التخين ده، برضو ما عملش حاجه. جبت له دبل فيس اللي هو الاحمر الرفيع بتاع مش عارفه بتاع ايه، هو بتاع تقريبا العربيات او حاجه زي كده، برضو ما نفعش. جبت له امير، جبت له حاجات كتير جدا عشان هو يتلزق كويس. بس للاسف ما كانش بيلزق معاه. فحطيته بقى كده على سن الرخام وسبته. ان شاء الله اجيب له بقى حاجه فيه
حاجه تانية كده بتتجاب هجيبها يعني باذن الله. خلصت بقى كده المطبخ وخلصت اوضه النوم ودخلت كمان على اوضه الاطفال عملتها بس ما جبتهاش معاكم. والانتريه الحمد لله كان متظبط والسفره كانت متلمعه وكله تمام التمام وزي الفل. حميت بقى الولاد وسرحت لهم كده وخليتهم تمام التمام. وبعد كده جيت بقى على الركن اللي احنا قاعدين فيها دي، رشيت فيها ميه كتير جدا، بحب اغرقها جدا بالميه كده بريحه الدوني، واحط فيها كمان اي معطر جو. وبص بتخلي بقى الدنيا كده زي الفل، وبتخليها بتشع كده نظافه وبتبرق كده حواليا. وفي اخر السهره بقى جبت شويه حاجات كده حلوه تسالي. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم وتتشجعوا بيه. متنسوش تدعوا لاخواننا في غزه، متنسونيش في لايك حلو من ايديكم. واشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله. مع الف سلامه.